بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. المحشي طعمه يجنن، شكله تحفة وريحته اللهم بارك. اللهم بارك. والملوخية شكلها تحفة. ألف هنا والشفا يا رب للي ياكل حاجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض محشي فلفل بتنجان وكوسة. بسم الله ما شاء الله. الفلفل جميل جدا، الحجم ده كده كويس مش كبير. كمان بتنجان. بصي بقى قرن الفلفل ده اللي انت دايما بتشوفيه ما بترضيش تاخديه، انا ما بصدق الاقيه عند الراجل. تحفة. يعني بفرح جدا لما بلاقيه عند الخضري. تحفة، ما بيبقاش حراق، بل بالعكس ده بيبقى تحفة وبيخلي المحشي طعمه حلو قوي. وهنعمل مع بعض كمان كرنب. بسم الله ما شاء الله. شايفين الكرنبايه هي مش كبيرة قوي. بسم الله ما شاء الله. بصي كرنبايه ما تبقاش ناشفة من جوه كده، تبقى طرية شوية، يعني ما تبقاش ناشفة قوي علشان تعرفي تحشيها الورقة تتفصص معاكي بكل سهولة. بصي بقى انا بطلع الكام ورقة دول اللي هما في الاول دول، اقطعهم كده واطلعهم. وادي الكرنبايه اهي. وانا فصصت الكرنبايه كده بالشكل ده كلها. بسم الله ما شاء الله. اهو مفيش ورق ولا ورقة مقطوعة ولا اي حاجة. بصوا بقى دي احلى حاجة بحبها في الكرنبايه، يعني انا بفصص الكرنبايه كده مخصوص علشان يعني الوزة دي، يعني انا مسميها الوزة من كتر جمالها، رهيبة. بحشيها كده اللهم بارك، تحفة. هعمل معاكي المحشي بكل تكاته، احلى واجمل طعم محشي هتاكليه وباسهل طريقة. انا حطيت هنا الحلة فيها مية وملح تغلي، وبعد كده هحط الكرنب. بصوا بسم الله ما شاء الله، المية بتغلي اهي. هنزل بقى بالكرنب. بصوا بقى دلوقتي مطلعت محشي الكرنب. ادي الكرنب طلعته دلوقتي من الحلة. بصي الورقة بسم الله ما شاء الله، ماسكة نفسها مش مقطوعة. اهم حاجة ان انتي يكون عندك صينية زي دي كده، او حتى لو ما عندكش صينية ممكن تحطي مية ساقعة في حلة وتخرجي من الحلة الكرنب. بعد ما يتسلق تخرجيه تحطيه على طول في مية ساقعة، علشان يا اما تهويه زي كده تفردي زي كده عشان ما يتهرش منك. لما بيتحط سخنة على بعضه بيتهري، بيبوظ مننا واحنا بنلفه ما بنعرفش نلفه كويس. ما شاء الله الكوسه بعد ما اتقورت، بصوا ما شاء الله اللهم بارك، تحفه. وادي البتنجان. انا ما بحبش اقوره قوي من جوه علشان ما يبقاش يعني كده فاضي، يعني نحس بطعم البتنجان والفلفل. بصوا بقى عشان نقطع الكرنب كده قد بعضه. هنعمله كله هنعمله كده كده كله. بصوا بسم الله ما شاء الله، هقطع الصوابع كلها كده قد بعضها. بصوا ما شاء الله، قطعته كله، الصوابع كلها تبقى قد بعضها. شايفين ما شاء الله اللهم بارك. هقطعهم كلهم بنفس الطريقة. بعد ما قطعته بسم الله ما شاء الله كله نفس الحجم. ودول بقى شوية العروق اللي انا طلعتهم، بقطعهم حتت صغيرة بالشكل ده عشان بحطهم في ارضية الحلة. دلوقتي بقى هعمل الصلصة بتاعة المحشي. دول بصلتين كده كبار متقطعين، 3-4 فصوص توم، ومعاهم قرنين فلفل حامي. عايزة تحطي بدلهم فلفل رومي مفيش مشكلة خالص. وده شفشقوطة كده. هنا بسخن الحلة كويس جدا. هحط هنا معلقتين من السمنة ومعلقتين من الزيت. السمنة والزيت سخنوا كويس جدا. هحط دلوقتي حطيت كمية البصل كلها والفلفل والثوم. هحط شوية ملح كده دلوقتي مع البصلة. وادي البصلة بسم الله ما شاء الله احمرت. هحط معلقتين كده من الصلصة.
اهو معلقتين من الصلصة على البصل. وهحط بقى دلوقتي طماطم معانا. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. وانا حاطه الملح، مش هحط اي توابل دلوقتي. هسيبها بقى لحد ما تتسبك براحتها. وادي الصلصه بسم الله ما شاء الله بعد ما استوت، شايفين الزيت طالع كده على الوش ازاي، الماده الدهنيه اللي انا حطاها طالعه على الوش ازاي، معنى كده ان الصلصه اتسبكت وبقت بسم الله ما شاء الله حلوه جدا. اللهم بارك. انا هحط توابلنا، انت هتحطي التوابل اللي بتحبيها، اي توابل تحب تضيفيها. انا حطيت 7 بهارات، فلفل اسود، كمون. اللهم بارك، تحفه، بالهنا والشفا. بسم الله ما شاء الله. ده الرز بالخضره، شايفين اخضر ازاي. انا بحب الخضره كتير كده، ما تكونش قليله. بصوا بصوا هنا الصلصه، اللهم بارك، شايفين، الله اكبر. انا دلوقتي هحط الصلصه على الرز كده، هقلبها. اهو قلبته بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. انا بالنسبه لي محشي يعني خضره وصلصه. دلوقتي زي ما قلت لكم انا بحتاج العروق بتاعه الكرنبايه كده، بحب احطها، بفرشها كده تحت المحشي. وبحط كمان شويه خضره بالشكل ده كده، اللهم بارك. وبلف بقى واحط عليهم. ودلوقتي بقى هعمل معاكم البط على طريقة ماما، يعني الطريقة العادية خالص. هسلقه علشان هعمل معاه طبعا المحشي زي ما انتم عارفين. حطيت دلوقتي معلقة سمنة، السمنة سخنت. انا بحب اشوح البط او الفراخ زي ما قلنا. هحط بقى البط دلوقتي بسم الله ما شاء الله. هحط بقى دلوقتي التوابل بتاعتي، اي توابل اللي انت بتحبيها، ورق لورا والملح. انا لازم اشوحها، البط بالنسبه لي لازم يتشوح، ما بيبقاش فيه ريحه زفاره، بياخد تشويحه، اي ميه فيه تنشف، يعني بيبقى طعمه حلو. دي طريقه بقى مامتي وطريقه العيله كلها، اللهم بارك. ما حدش يعني ما شاء الله اللي بيدوقها الله اكبر تعجبه جدا. هي طريقه عاديه خالص، مش ما فيهاش اي حاجه، يعني ما فيهاش اي افتكاسه، بس الطريقه العاديه خالص. بصوا بقى بسم الله ما شاء الله، البطه كده شوحت كويس، هنزل عليها بميه مغليه. بصوا بقى بسم الله ما شاء الله، الشوربه بتغلي اهي، حطيت عليها ميه مغليه، شوربه بيضه ونضيفه رايقه جميله اللهم بارك. حطيت عليها بصله، حطيت عليها جزرايه. دي بقى اللهم بارك الشوربه. هحط على الشوربه معلقه صلصه كده مش كتير، هقلبهم بقى ببعض كده عشان اشرب بيهم المحشي. وادي المحشي اهو لفيته. هحط بقى دلوقتي كده الشوربه، واهم حاجه احط الطبق زي ما انا حطيت كده. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. واحط الشوربه اهي ما شاء الله. انا هز الحله كده هزه اهو. المحشي بعد ما هزيت الحله مش مغطي المحشي حتى، يعني اقل من ان هو يغطي المحشي. بسم الله ما شاء الله. ده محشي الفلفل والبتنجان والكوسه. ودي شوربه كده وعليها معلقه صلصه طبعا، هشربه كده.
هيغلي وبعد كده هوطي عليه. هحمر البطة، هحط كده شوية زيت مش كتير، واحط زبدة كده. احط بقى دلوقتي بطة، احلى محشي فتاكليه، وبالهنا والشفا يا رب.